يا معشر الرجال، نحن في خطر. ياسمين عز قلبت على الرجال كله. So what? قلبت على الرجال كله، مدري شو صار له، مدري ما عمل له سحر. اللهم ان كان سحر فابطله، فابطله فابطله. فوتني خشني بالمقطع. وشعارنا من دلوقتي يا بنات: الأرض أرضي والمدار مداري والمكان مكاني، وتعلي كده وبسم الله نبدأ. وانت يا ياسمين عز جننتاني. ترفعي لي الشعار هيك لفوق، تجي البنت ترفع ايديك لفوق بتقول يا رب جوزني مشان الله يكون احمق افكح اسود مو بتتجوز يعني تنستر. بتخوتيش علينا، الله يرضى عليكي. انت ليش هيك؟ انت مين ملعوب فيك؟ انت مين لعبان باعداداتك؟ بداية السنة الجديدة أنا عايزاكي كده تحطي هدف قدامك، والهدف ده يكون أي حاجة في الدنيا غير الجواز. أنا مش عايزاكي يا روح قلبي تفكري إن الجواز ده آخر المرحلة أو آخر اللعبة أو نهاية المطاف وبعدين بتقعدي ترتاحي. لا، ده بداية سكة العذاب ومضيق السراب، زي مضيق جبل طارق كده، أيهما أقرب. ليش يا ياسمين عز ليش؟ نحن شو قصرنا؟ نحن شو سوينا معك؟ نحن شو قصرنا معك لتسوي فينا هيك؟ بتتذكر لك ياسمينو؟ بتتذكر لما كنت تقلينا بتدعمينا انه اشربوا مي يا شباب، اشربوا مي، انتوا مثل الورد تتبلوا بكره. حاجة مهمة جدا لشبابنا فراعنة، الفرعون الصغير الكبير بكل أعماره: أرجوكم يا جماعة، أرجوكم بليز، أرجوكم 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 اشربوا مية كتير في الحر ده عشان الورد بيدبل، وانتوا الورد بتاعنا، عايزينكم دايما مزهزهين ومزدهرين ومصدر الأكسجين. بتتذكر لك ياسمين؟ هذيك الايام شو كانت حلوه. اللهم ان كان سحرا فابطله، فابطله فابطله. ما تعيطيش لا لا، دي وحشة، دي عياط ولادي مش بناتي. انتي وهو جنبك هتصعبي عليه، هيجي يمسح لك دموعك بمنديل. مفيش حاجة اسمها منديل، لغوا المنديل، لغوا المنديل. لغوا لغوا المنديل. شو صار في خرقه يعني فوضى ولا شو؟ لغوا المنديل، شو بدنا نمسحها؟ طب دموعها خلص. الله يرحم جدك يا زلمه. تمسح لها دمعتها ب 200 جنيه أو $100. اسكت اسكت اسكت. شو $100؟ شو 100 بمسح $100؟ بروح بتجوز بال $100. انا برجع بتجوز من وحده ثانيه ب $100. ليش نمسح لها دموعها ب $100؟ لا بتجوز وحده ثانيه ب $100. احسن لي انا، اشرف لي. شو بدي وصلها انا؟ والله كل ما بكت مرتي امسح لها $100 تيجي تاخذها كمان. كل واحد حسب إمكانياته. لو أنت شغال عادي تمسح الدمعة بفلوس مصري، لو أنت شغال في شركة بترول تمسح الدمعة بالدولار. اعطيتك تسعيره يعني، اذا انت عامل عادي فبتمسحها بالجنيه يعني عادي. انا مثل عنا مثلا بنمسحها بالسوري. تمام، عادي اعطيتك تسعيره. اما اذا انت كان مجال شغلك اوسع اكبر موظف، يعني انت كنت مدير شغله كبيره، تمسحها بالدولار يعني. على الحال انا اذا بكون موظف شحات اندوري ما ولا ليره، شو ما كنت ما بمسح لها بشيء. بدها بترجع ببيتها بترجع، بدها خلاص يعني ما بمسح لها $100. اذا بمسح لها $100 مستحيل. قال امسح لها $100. تخيل انا اتخرف امسح لها $100. قال دمعتين عمل له هيك $100 يا زلمه. شو مالك يا زلمه؟ والله ما بمسح لها $100، ما بمسح لها يا زلمه ب1 جنيه على قولة المصري، ب1 جنيه ما بمسح لهاش. وهي بتاخد عادي، بتقبل على نفسها كاش أو فيزا. كاش او فيزا، تاخذ اي شيء فيزا. شو بدك تسافري انت يا حبيبتي؟ شو ما مالك انت؟ بعطيها كرد، شو اسمه هذا؟ كرد كارد. شو حبيبي؟ يسعد الله، الله يرحم جدك. الله يرحم جدك يا زلمه، كان يحكي وينك بده ياكل فاصوليا يا زلمه بالهي وينك بالجاتو. شو مالك يا زلمه؟ كرد بالفيزا يعني انت خلص غير. هيبطل يزعلك، نقطة. هو صح، بحبطل زقلة، بحبطل حاكي. ما انا دوري بيت اهلي، دوري طالع، انت طالع بيت اهلك. روحي بلا رجع، لا ترجعيش. ما بديش اشوفك بنوب. خلص انت طالع، روحي حلي عني. والله تخيل انا امسح لها $100 يا زلمه. يسعد الله، كل ما امسح لها $100 تاخذها كمان تحطها بجيبك. زعلانه على اساس يعني انت ما عرفت تبكي طول النهار وينك. يسعد الله بتسوح وبتنوح. السنة دي تسمعي كلامي من هنا، تطبقيه من هنا. تسمع كلام ياسمين عز، بتروحي لهنا، بتروحي لهنيك، بتروحي لهون، اخر شيء طالع بيت اهلك. دوري طالع بيت اهلك، روحي بلا رجع. لو كل دمعة حسبناها ب 200 جنيه، شوف انت بتصحي ايه طول اليوم قد ايه؟ تعملي لك ثروة في الشهر. بتصحي 200 جنيه كل يوم. حسابيا والله وينك؟ والله لا تقصي عملي خير الله، والله لا تقصي عملي يعني صار خير الله. كل يوم مثلا شو
200 جنيه تمك عم تبكي وينك؟ يسعد الله 200 جنيه 200 جنيه 200 جنيه، واذا كمان جوزك مدير يا سلام 100 دولار 100 دولار 100 دولار، اوه يا من هون لشهر يسعد الله. بتلاقي جوزك بفلس انت بتغني، بصير جوزك يبكي انت تمسحي له، والله ما بظن تمسحوا له، انتم كذابين السؤال. واحدة تانية بتسألني عايزة جوزي يرجع يجري ورايا زي أيام الخطوبة. بسيطة، تاخدي موبايله وتجري وهو هيجري وراكي، مفيش أسهل من كده. مزبوط، تاخذي موبايلك تجري تجري، بس لوين؟ بدك تجري لوين انت هلا؟ هون السؤال، هون السؤال، لوين بدك تجري؟ على بيت اهلك دغري طالع، على بيت اهلك روحي، لا ترجعي. بيت اهلك خذي الجوال واركضي، ايه سعديني خذي روحي روحي طالع. على فكرة يا ياسمين عز، انا جبت رقم سيارتك، راح اقدمها لشرطة المرور، شرطة المرور راح تجيب السيارة وراح تجيبك انت، فلما تجيبك شو بنعمل نحن؟ نرفع عليك دعوة، انت كنت رح تتجسس علينا، عرفتني الاخبار للمجتمع الانثوي ما بصير، فاذا الله راد نهايتك محسومة، يعني خلص انت بلاش ترجعيش لعنا، ما بدناش اياكي خلص، نحن مكتفيين بحالنا. واحلى جواكر، سلامات.